بص، انت لو هتيجي تسالني وتقول لي انت ايه رايك في اللي بيحصل في الزمالك حاليا، هقول لك يا باشا انا مبسوط باللي بيحصل جدا جدا في الزمالك. ليه؟ لان الراجل اللي اسمه جون ادوارد حط كل واحد في مكانه، ومنع ناس كتيره جدا 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 اللي هي تخش النادي ويكون ليها كلام في النادي ويكون فيها راي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ورب تكونوا بخير. حلقه جديده من حلقاتنا كلام في الكوره، نتكلم فيها النهارده عن حاجتين. هنتكلم فيها عن توقعات كاس العالم للانديه دور نص النهائي، وهنتكلم فيها عن الصفقات اللي جت في الزمالك، ونتكلم فيها على اللي جاي في الزمالك هيكون ايه. تمام. اول حاجه هنتكلم عن توقعات كاس العالم للانديه. وصلنا لنقطه فلومينسي وتشيلسي، ده ماتش، والريال وباريس ده ماتش. فلومينسي وتشيلسي ده انا حاسس كده والله اعلم ان ممكن فلومينسي ده يكسب. ليه؟ لان فرق امريكا الجنوبيه بشكل عام بتبقى رخمه قوي في الادوار اللي زي دي. يعني لو بتوصل دور نص نهائي ولا حاجه خلاص انا بثبت فيها ما بسيبهاش. انت فاهمني؟ وتشيلسي خبرته يعني في البطولات اللي زي دي قليله برضو. ممكن يكون مثلا خدها قبل كده، او مش فاكر هو خدها او ما خدهاش لما خد دوري ابطال اوروبا لما كاي هافرتز جاب جون. مش فاكر بصراحه لما راح كاس عالم انديه خدها ولا لا. بس يعني خبره اللعيبه صغيره جدا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تكسب تشيلسي على حساب فلومينسي هي حاجه واحده بس، هو اللياقه البدنيه او العامل البدني. ليه؟ لان فرقه فلومينسي هي معدل اعمارها بنتكلم من 30 او 29 لما فوق، اللهم مثلا 3 4 لعيبه لسه سنهم صغير. تمام. ده بالنسبه لماتش تشيلسي وفلومينسي. الماتش الثاني معانا ريال وباريس. ده نهائي دوري ابطال اوروبا، ده مش نص نهائي كاس. يعني ده النهائي بالنسبه لي انا، ده نهائي دوري ابطال اوروبا. خليني اقول لك على حاجه. بص، الريال عنده مشاكل كتيره جدا. تمام. وخصوصا في الدفاع. يعني الريال في الجزء الامامي ما عندوش مشكله قوي. فينيسيوس ومبابي ورودريجو، بالمناسبه رايح روديجر او رودريجو اللي هو اللعيب اللي بيلعب قصاد ده في الجزء الامامي رايح ارسنال. فهو ما عندوش مشكله في النص القدام، هو عنده مشكله في النص اللي ورا. يعني حرفيا الريال مشكلته في النص اللي ورا او جزء الدفاع. تمام. ده بالنسبه للريال. لكن باريس ما عندوش مشكله في اي حاجه. باريس هو اكتر فرقه في اوروبا في الوقت الحالي في التوب ليفل، يعني رقم واحد. يعني فريق ما عندوش مشاكل في اي حاجه، واخد دوري، واخد كاس، واخد دوري ابطال، وبيلعب كاس عالم نص نهائي، كاس عالم انديه. انريكي قدر ان هو يوصل من فريق هو اخره خالص ان هو يلعب فاينل مثلا او نص نهائي دوري ابطال اوروبا، الفريق واخد دوري ابطال اوروبا. فبالنسبه لي الماتش ده تقيل شويه. يعني الماتش ده مش قادر اتوقع لك انا يعني نفسي ايه، لان انا ما بشجعش اي فرقه اصلا في اوروبا بشكل عام. بس انا هيبقى نفسي ايه، انا هبقى ميال شويه لان بتجربه باريس تكمل. يعني انا عايز تجربه باريس تكمل للاخر كده، يعني ياخدوا اكبر قدر ممكن من البطولات. يعني عندك كاس العالم للانديه خده تاني، عندك دوري ابطال اوروبا ممكن تاخده تاني، رغم ان انا يعني مش بميل لمارسيليا بس بحب الجنوب شويه. يعني انديه الجنوب كده منتمي ليها شويه. تمام. طيب ده بالنسبه لكاس العالم للانديه. يبقى قلنا انا عايز فلومينسي يكسب، بس تشيلسي هيكون هو العامل البدني المتحكم في الماتش. والناحيه الثانيه باريس سان جيرمان، يعني اتمنى ان هو يوصل لفاينل كاس العالم للانديه ونشوف ماتش قوي، يعني نشوف مباراه كده قويه. تمام. طيب ده بالنسبه لكاس العالم للانديه. نيجي بقى للزمالك ونتكلم بقى بالنسبه للزمالك، ونتكلم بالنسبه للصفقات. الزمالك خلاص جاب لعيب اسمه شيكو بانزا. انزل كده هتلاقي في الشورت بتكلم عنه، يعني في الشورت فيديو. تمام. لعيب محترف انجولا، من انجولا، بيلعب في النص القدام. تمام. في النص او في وينج شمال، او بيزيد فيرو. تمام. ولسه في لعيب تاني اسمه ماركوس فينيسيوس كان بيلعب في توتنهام، لسه هيجي. عمرو مرعي تقريبا، او عفوا يعني في لعيب كده مش عارف ليه انا بنسى، مش جاي معايا اللعيب ده بتاع فاركو ده، مش عارف ليه مش جاي معايا سكه، مش عارف احفظ اسمه. عمرو مرعي تقريبا او عمر مرعي حاجه زي كده يعني. ده خلص برضو. احمد ربيع خلص. مصطفى شلبي كمان واحده. مصطفى شلبي باي 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 باي، ما نشوفكش تاني، ما تعديش تاني من قدام نادي الزمالك في 100 عقبه. يعني المهندسين باحمد عرابي يابا ما تجيهاش تاني. باي باي، مش عايزين نشوفك تاني يا عم مصطفى. يا عم انت نجم النجوم، ما تخشش النادي تاني. شنطه هدومك وخد يا باشا، ومش سلاما ايها الغريب يا عم، غور في داهيه. احنا شكرا جدا للتلات 4 سنين اللي انت قعدتهم معانا يا عم. تمام. ما تعديش تاني يابا من قدام نادي الزمالك، لو سمحت لو سمحت، ما تعديش تاني قدام نادي الزمالك. تمام. شكرا. باي باي يا عم مصطفى يا شلبي. جميل. خدنا خلاص احمد ربيع.
والبنك خد مصطفى شلبي وخد سيد نيمار، ولسه في صفقات تانية. يعني يومين ثلاثه دول هيبقى في صفقات قويه جدا. يعني انا بس بقول لك اهو من دلوقتي اليومين ثلاثه الجايين في الزمالك في صفقات قويه جدا. طبعا احنا بقالنا يومين بنتكلم ان الراجل اللي اسمه جون ادوارد ده طبعا الارامل، خلينا نسميهم الارامل، يعني خلينا كده ايه نحطهم في حته الارامل، او الناس اللي مصلحتها اتقطعت في الزمالك. يعني الناس يقال عليهم ابناء النادي اللي مصلحتهم اتقطعت من النادي، طالعين بقى لهم يومين يولولوا ومين جون ادوارد، هو الراجل ده ما لعبش كوره، هو عمل ايه، هو سوى ايه، هو انتوا ايه يا جدعان بتبعدونا ليه؟ لا يا باشا، هو الراجل طالما انت اتكلمت او طالما انتوا اتكلمتوا يبقى الراجل ده ماشي صح. بس طالما في ناس اتكلمت على اي حاجه صح بتحصل في النادي يبقى الراجل ده ماشي صح، واحنا مع الراجل ده الى ان يثبت العكس. يعني الراجل ده كده احنا هنحاسبه في اخر السيزون، مش هنحاسبه دلوقتي، مش هنغلط الغلطات اللي قبل كده، هيتحاسب في اخر السيزون من الاخر. تمام، دي كانت حلقتنا. ان شاء الله الفتره الجايه هننزل فيديوهات. ما تنساش بس الاول ما تنساش تعمل شير، تعمل لايك، تعمل سبسكرايب للقناه، عشان ان شاء الله فيديوهاتنا هتبقى فيديوهات قويه جدا 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 الفتره الجايه نقدر ان احنا ننزلها. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه. شكرا جدا ليكم، كان معاكم عبد الرحمن، اسف لو في اي تاخير. سلام.